أسعد الله صباحكم بكل خير مشتركين ومتابعين على هذه القناة. أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بتمنى يا حبايب الله كل من شاهد هذا الفيديو يشاهده للآخر فضلا وليس أمرا، وبتمنى تحطوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، وبتمنى أهم حاجة والأهم أنكم تشغلوا قناة تشغيل أحباب الله لكي قناتنا ترتفع ولكي نفعل قناتنا بأقرب وقت ممكن أحباب الله. وخليكم معنا في الفيديو للآخر لحتى تشوفوا معنا الشعب الغزاوي في قطاع غزة وكيف احنا رحنا اليوم لمينا الحطب، وكيف هلا احنا بنحذف الحطب لكي نعمله اوقيت لحتى احنا نولع النار ولحتى نخبز فيه احباب الله. وخليكم معنا، واليوم بدي اعملكم شورت خليكم معنا لحتى اليوم اعملكم شورت كيف احنا هلا بدي اورجيكم في الفيديو كيف بنحذف الحطب، وعندي بدي اورجيكم بالشورتز انه كيف احنا بنخبز على النار في تهذيب الحطب اللي احنا حزبناه، كيف بدنا نخبز على المقلاة احباب الله على النار. وخليكم معنا احباب الله ولحتى تشوفوا كيف احنا حزبنا الحطب. يلا نبدا على بركة الله، ولا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وشاركوا يا احباب الله. بجيب غيركم، بتمنى توصل صوتنا الى جميع الدول المانحة لحتى تشوف معاناتنا في قطاع غزة، وبتمنى توصل صوتنا الى 22 دولة عربية والى 2 مليار بني آدم. بتمنى أن تشوفونا وأن تدعمونا لو بأي شيء بسيط، وبتمنى يا حبايب الله تشغلوا قوائم التشغيل وتحضروا فيديوهاتنا وبثوثنا وتشغلوا قوائم التشغيل لكي يا حبايب الله نقدر نرفع قناتنا بأقرب وقت ممكن لحتى نقدر نرفع قناتنا عن قريب. وبوجودكم انتم ومساعدتكم انتم لنا احباب الله بنقدر نرفع قناتنا عن قريب، ومساعدتكم لنا احباب الله وجهودكم لنا ولايك واشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا خليكم معنا احباب الله لحتى نشوف كيف بنحزم الحطب. زي ما انتم شايفين احباب الله، ها هو الحطب معانا زي ما انتم شايفين انه حطب. زي ما انتم شايفين ها هو الحطب، وزي ما انتم شايفين احباب الله هاي الحطب. هاي احنا هيك بنحزم الحطب، بنجيب ليلونة او شريطة او اي حاجة وبنحط في قلب الحطب احباب الله وبنربطه لحتى نحزمه زي ما انتم شايفين. هيا احباب الله وبنحزمه لحتى نخبز عليه زي ما انتم شايفين. اي حاجة بنلاقيها قدامنا سواء ليلون او شرايط او زي هيك احباب الله بنحذف فيه الحطب عشان نولع لحتى نعمل طبخة او نعمل براد الشاي او نحمص رغيفين وخبز احباب الله، او لحتى نخبز على الفرن. هذا اللي قدامكم زي ما انتم شايفين، هذا الفرن احنا عملناه على ايدينا يعني بحجار، وجبنا بلاط شايش من الدار وحطينا زينكو وعملناه على ايدينا هذا الفرن، والحمد لله على كل حال. وزي ما انتم شايفين كيف احنا بنحزم الحطب احباب الله. شوفوا معنا كيف احنا بنحزم الحطب. بنحط الحطب على الشريطة او على الليلونة وبنلفه وبعدين بنربطه بأي حاجة أحباب الله، بحبال بشكبة قماش بأي اشي زي ما انتم شايفين. ها هو خلصنا الحزمة زي ما انتم شايفين كيف احنا بنحزم الحطب احباب الله. زي ما انتم شايفين ها هي زي ما انتم شايفين، وها هو كله حزمناه يا احباب الله لانه علينا خبيز وبدنا نخبز اليوم. زي ما انتم شايفين معناتنا كيف في قطاع غزة كيف بنحزم احباب الله.
وبتمنى مساعدتكم لنا ووقفتكم معنا. وزي ما انتم شايفين كيف حزمنا الحطب وكيف بنلفه في الشريطة وكيف بنربطه لحتى نوفر، لحتى نخبز على الفران او نخبز على النار اللي هو المقلاة احباب الله. وعندي بدي اجيب لكم كيف احنا بنخبز على المقلاة. وبتمنى يا احباب الله كل من شاهد هذا الفيديو ان تشاهدوه للاخر، وبتمنى مساعدتكم لنا وتحطوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس وتوصلوا الصوت ده لأبعد مدى أحباب الله. وبتمنى يا أحباب الله تشغلوا قائمة التشغيل لحتى قناتنا ترتفع، ولحتى نقدر نرفع القناة بأقرب وقت ممكن. بجهودكم انتم ومساعدتكم لنا بنقدر نرفع القناة بأقرب وقت ممكن. وبتمنى لا تنسوا الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلوات والسلام. وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير. وبتمنى كل واحد قادر يساعد أهل غزة وقادر يساعدنا أحباب الله يتواصل معنا على رابط الواتساب موجود في قناتنا الخاصة بنا في البايو في صندوق الوصف. يوجد لدينا كل طرق التبرع أحباب الله. ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير. إلى اللقاء.